شكون لي هو بلادو من ماضي هو جدادو وزرع الحب في ولادو هذا هو المغربي. شكون يفتح دار لطيف مع جارو كريموش على نارو هذا هو المغربي. جنة يا المغرب جنة من خير للقمة وصلنا. السلام عليكم ومرحبا بكم على موقع تيليبريس الإخباري. حنا كنتواجدوا في المؤسسة التربوية لاله أمينة. معنا رشيد ابن حازم نزيل سابق بهذه المؤسسة. سي رشيد مرحبا بك. بغينا تفرجنا أكثر من مؤسسة لاله أمينة، خصوصا أنت سبق لك هادشي هنايا. أنا من مواليد 1990 سميتها رشيد ابن حازم، عشت في دار الأطفال لاله أمينة، والحمد لله دوزنا واحد الفترة في الدار ديال لاله أمينة، دوزنا فترة مزيانة مع المؤطرين والمؤطرات، وقرينا هنايا الحمد لله وكبرنا. وكنشكرو صاحبة السمو لاله أمينة الله يرحمها اللي كانت كبرتنا في هاد دار الأطفال لاله أمينة. سي رشيد بن حازم، شحال المدة اللي قضيتي أنا في هذه المؤسسة؟ 11 سنة. عاود لينا مزيان على هذه المدة اللي قضيتيها، واش كانت شي إكراهات؟ لا، كانت الأمور الحمد لله مزيانة، كانت أنشطة، كان مخيمات، كانت الأعياد كانت تزورنا فاطمة حصار، كنا الحمد لله كنمشيو أي مناسبة فرح، أعياد ومناسبات، خصوصا عيد العرش. كنا ناخذو عيد العرش الحمد لله كناخذو في الرمضان. كنا الحياة زعما في دار الأطفال لاله أمينة دوزنا حياة سعيدة. سي رشيد، انت خرجتي من هنايا، شنو الفرق اللي لقيتي ما بين المؤسسة وعلى برا؟ هو الفرق كبير ما بين برا عن المؤسسة. المؤسسة الحمد لله كان كلشي متوفر لنا، كلشي من الأرضية والملابس والأغذية وكلشي، كل من هي حاجة ناقصة الوزراء متوفرة لنا الحمد لله، والماكلة كلشي موجود الحمد لله. لا. معنا أحد المستفيدين داخل المؤسسة لاله أمينة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو الاسم ديالك؟ سميتي علاء خليلي، عمري 16 عام. انت كتسكن، انت نازل في المؤسسة؟ نازل بدار لاله أمينة، العصبة المغربية لحماية الطفولة. انت كتدرس؟ كندرس. كي كيجيك العيش ديالك هنايا؟ كاين بالنسبة للأكل؟ الأكل بدينا كنحس بواحد التغيير، لأن في الأول ما كانش تغيير. اشرح لنا أكثر كيفاش ما كانش تغيير؟ إن شاء الله على ما قالوا أن العشاء غيتبدل، لنا العشاء والو زيرو، شكون واقعيين. شنو العشاء ما كيكون فيه والو؟ ماشي ما كيكون فيه والو، لأن البلاطو كيعطيوك فيها الرز، ولكن إن شاء الله كنتمناو يكون تغيير، قال لك غيكون تغيير ان شاء الله. بالنسبه للنوم، بالنسبه لهذا كتنعسوا مزيان مرتاحين؟ الحمد لله. يعني بالنسبه للنوم والنعاس والبيوتات تبارك الله ما شاء الله. وبالنسبه للمسار ديالك الدراسي، انت كتفوق في الدراسه ديالك؟ الحمد لله، وغيدير لنا السوايع. كاينه مواكبه؟ كاينين الناس المؤطرين اللي كيواكبوكم في الدراسه ديالكم؟ كاينين صافي جامي كيجي يطل لنا على الغياب وكيراقب شويه من الدراسه. وكاين اللي كيتابع معكم هنايا؟ بالنسبه لليتيم ما بقاتش، عاد هضرنا مع الاداره باش انهم يردونا اليتيم، لان اليتيم ما بقاتش. كتجي تقول المؤطره جايه راجع معايا كتقول انا ما مساليهاش، غادي نعشي الدراري. علاش ما مساليش؟ فهذا الجو كيقلمهم. شنو كتطلب من هاد الناس؟ شنو كتطلب منهم؟ اول حاجه كنطلبوا منهم ان اول حاجه خاص بعدا اصلا بغينا نديرو اليتيم، لان كاين بزاف الدراري انه باغيين يديروا اليتيم. مازال مثلا راه نعطيك اكزومبل مثال، كيكون عندك تخرجيه التمارين، ما كاينش اللي غيساندك واللي غيعاونك ولا اللي غادي يأهلك باش تخرج وباش باش غادي يشجعك، سمعتيني؟ لان ضروري كيخاص ضروري واحد غادي شكرا، كنشكروك. معنا احد النزلاء المستفيدين من المؤسسه لاله أمينة. السلام عليكم. شنو الاسم ديالك؟ شحال السن ديالك؟ 18. انت كتدرس؟ اش من مستوى؟ سنه بكالوريا، ما شاء الله. وكي كتجيك العيشه هنايا مزيانه؟ ما عندكمش مشاكل مع الاطور؟ ما عندكمش مشاكل؟ الحمد لله، غادي الحياه ديالنا كما يلي.
يعني شرح لنا شويه هنا ما كيضربوكمش بالنسبه للاكل بالنسبه للنوم ديالكم؟ كاين فضاءات ديال النوم الحمد لله ملائمه، الجو ملائم وعندنا علاقه مزيان مع المؤطرين ديالنا ملي كنا صغار الحمد لله، الماكله مزيانه. بالنسبه للدراسه ديالك كيواكبوك فيها؟ الدراسه ديالي كيواكبوني فيها مزيان الحمد لله. وانت متفوق في الدراسه ديالك؟ كيفاش حسبني كيواكبوك يعني وكيمشيو كيسولوا عليك هنا كيعطيوك دعم في الدراسه، كاين اللي كيراجع معاك لا انا صافي دابا انا وصلت لواحد المرحله تخطيت يعني مرحله المراجعه كنخدم بوحدي. مزيان. شكون الكونسنتراسيون. شنو الرساله اللي تبغي توصلها للناس اللي كيقولوا نتوما كتعذبوا هنا ما كتاكلوش ما كديروا والو؟ نعم كنوصل لهم رساله بان خصو يحمد الله لقى راسو في واحد المركز اللي هو لقى فين كيبات ولقى فين كياكل ويقدر هنا يبنى المستقبل ديالو، ولكن ما عارفش بان راه كاين ناس اخرين كيبقاو في الشارع وكيخدم على داكشي اللي كيجي هو اللي كيلقى الشي فابور. علاش كيشرد وكيتفجر كيقول هكا؟ كنشكرك الله يسر صحتك.